هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. هحكي لكم النهارده حكايه، بس قبل ما نبدا حابه افكركم بالاشتراك في القناه وكتروا لايكات. عايزين نوصل ان شاء الله الفيديو ده 100 لايك، يا ريت توصلوا 100 لايك. يلا بينا نبدا الحكايه مع بعض. بس قبل ما نبدا الحكايه عايزاكم تطفوا النور وتسترخوا خالص، ريلاكس، وتطلعوا اي مشكلة في دماغكم وتصفوا ذهنكم تماما وتغطوا. ويلا نطفي النور ويلا بينا. كان يا مكان في غابة كبيرة عايشة حمامة كبيرة في السن، اسمها الحمامة المطوقة، وكانت حمامة حكيمة وكل الحمام كان بيسمع كلامها. وفي يوم من الأيام شافت هي وباقي الحمام حبوب كتير على الأرض، فنزلوا بسرعة ياكلوا. بس فجأة اتشدوا كلهم في شبكة صياد. الحمام كله خاف وقعد يصرخ، وكل واحدة تقول هنعمل ايه دلوقتي، خلاص ضعنا. راحت الحمامة المطوقة قالت بهدوء مفيش فايدة من الخوف، لو فضلنا متفرقين هنضيع، لكن لو اتحدنا هننجو. قالت لهم نطير كلنا سوا ونشيل الشبكة مع بعض. وفعلا كل الحمام قعد يرفرف في نفس اللحظة وطاروا بالشبكة لحد ما وصلوا عند صديقهم الفار اللي كان ساكن قريب منهم. الفار لما شافهم قال ما تخافوش انا معاكم، وابتدى يقرض في الشبكة ويقرقض فيها. بس الحمامة المطوقة قالت له فك اخواتي الاول وانا بعدين. الفار سمع كلامها وفك كل الحمام وبعدين فكها في الاخر. بعدها بفترة اتعرفوا على غراب ذكي وسلحفة طيبة، وبقوا كلهم أصحاب يساعدوا بعض وقت الشدة. وفي يوم الصياد مسك السلحفة وهي ماشية على مهلها. الغراب جري بسرعة للحمامة المطوقة والفار قال لهم اللي حصل. الحمامة قالت لازم نتصرف بسرعة، والغراب راح وقف قدام الصياد ووقع على الأرض وكأنه ميت. الصياد ساب السلحفة وراح يشوف الغراب، وفي اللحظة دي الفار قرض الحبل اللي مربوط بالسلحفة وهربت. وأول ما الصياد قرب من الغراب طار في السماء، والصياد وقف مذهول وخسر الصيد كله. ورجع الأصحاب الأربعة لبعض وفرحوا إنهم نجوا كلهم، وعرفوا إن الصداقة الحقيقية بتبان وقت الخطر. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، والعبرة في الحدوتة دي هي الاتحاد، وده عارفينه، وإن صديقك هتلاقيه معاك وقت الشدة، والواحد لازم يستخدم عقله ويتعاون، ومع العقل والتعاون هيبقى أقوى. ولازم الحكمة. نمت ولا لسه؟ شكلكم لسه صاحيين. هحكي لكم حكاية تانية، بس قبل ما نحكي الحكاية التانية محتاجة منكم تعملوا
لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يلحق يشترك، واي حد عنده فكرة جديدة لفيديو جديد ياريت يكتبها لي. وشكرا جدا على الدعم بتاعكم والكومنتات الجميلة اللي انا بحب اشوفها. يلا بينا نبدأ الحدوتة. يلا نقول الحدوتة، بس قبل ما نبدأ الحدوتة كله مغمض عينيه وناموا، استرخوا كده وصفوا ذهنكم واطفوا النور. يلا. كان يا مكان في مملكة كبيرة كان فيها ملك عاقل بس طيب زيادة عن اللزوم. الملك ده كان عنده خادم قريب منه قوي، يدخل عليه في اي وقت ويسمع كلامه من غير ما يفكر كتير. وفي نفس المملكة كان عايش فيلسوف حكيم، الناس كلها كانت بتحترمه، وكان دايما ينصح الملك: ما تثقش في حد ثقة عمياء، وخلي عقلك دايما صاحي. بس الخادم ما كانش بيحب الفيلسوف عشان حاسس ان وجوده مهدد مكانته. الخادم بدأ يلعب على ودان الملك ويقوله: الفيلسوف ده خطير وبيتكلم عنك في الخفاء وبيشكك الناس في حكمك. الملك اتلخبط وما واجهش الفيلسوف وفضل ساكت. وفي يوم من الأيام المملكة دخلت في أزمة كبيرة، والناس كلها متضايقة وغضبانة. الفيلسوف قال للملك: الحل انك تسمع الناس وتخفف عنهم. الخادم قال له عكس الكلام ده، قال له القسوة هي الحل، واللي يتمرد يتعاقب. راح الملك سمع كلام الخادم وظلم وغضب على الناس اكتر، وظلمه قعد يزيد يوم عن يوم لانه بيسمع للخادم. لحد ما في يوم من الايام الملك اكتشف بالصدفة رسالة كان الخادم بعتها لعدو المملكة، بيخطط يخونه مقابل فلوس حلوة قوي هيديهاله صاحب المملكة التانية ومنصب. ساعتها الملك فهم كل حاجة، وان اللي كان صديق بقى عدو، وان الفيلسوف هو اللي كان على حق، وان الكذاب كان دايما معاه، وهو ظلم الناس باللي عملوا فيهم. راح الملك استدعى الفيلسوف واعتذر له لانه ظلمه، وطرد الخادم الخاين، ورجع العدل للمملكة كلها، والناس كلها اتبسطت من الملك وعاشت مبسوطة المملكة وبيدعوله. وبكده تخلص الحكاية بتاعتنا. العبرة بقى ان احنا لازم نفكر ونحلل وما نسقش الظن بأي حد، خصوصا لو الحد ده كان مش قريب. خلصت الحدوتة واشوفكم في فيديو تاني. يلا باي.